السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا ان احنا نقدر نساعدك ونقدر نرد على كل استفساراتك حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايز تعرف التطبيق ده لازمته ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيك؟ التطبيق ده هاكر؟ التطبيق ده لسه شغال وبينزله تحديثات ولا التطبيق ده واقف؟ عشان في بعض التطبيقات اللي بتكون شغالة على متجر على جوجل بلاي بتلاقي مرة واحدة وقفت مبقاش بينزل لها تحديثات، بس التطبيق بيفضل موجود زي ما هو على المتجر. كل ده بنقدر ندلك عليه ونقدر نعرفه لك من خلال الفيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد ان احنا نحمل التطبيق ونشتغل عليه لأكتر من عدة أيام. عشان كده بدعوكم ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في عضويه مميزه. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه سعر الاخضر والاصفر كام. التطبيق ده مساحته 12 ميجا، محمله اكتر من 50 الف شخص. التطبيق ده اول حاجه تطبيق مصري بتقدر من خلاله تقدر تعرف سعر العملات. اهم طبعا عمله عندنا في مصر عمله الدولار اللي هي حديث الناس دايما، وكل شويه الدولار غلي، الدولار نقص، الدولار عمل، الدولار سوى. طبعا عندنا ما بيرخص، بس طبعا الدولار بيكون ليه سعرين: سعر في البنك وسعر في السوق السوداء. سعر البنك بتقدر تعرفه من خلال التطبيق، وسعر السوق السوداء برضو بتقدر تعرفه، بتقدر تعرف الفرق بينهم قد ايه، وتقدر تعرف سعر كل سعر العملات كلها قد ايه. الدولار، الجنيه الاسترليني، اليورو، الدرهم الاماراتي، الريال السعودي، كل العملات. بالجنيه المصري كمان بتقدر تعرف اسعاره في كل البنوك. يعني عايز تعرف سعر الدولار في بنك الاهلي، في بنك مصر، في بنك المشرق، في بنك الاسكندرية، في بنك قطر، في بنك CIB، الكلام ده كله بتقدر تعرفه. كمان بتقدر تعرف اسعار الذهب، كل الاعيار، عيار من اول عيار 14، عيار 18، عيار 21، عيار 24، سعر الجنيه الذهب، سعر السبيكة بتكون وزنها قد ايه، سبيكة جرام، سبيكة 5 جرام، سبيكة 10 جرام، سبيكة 50 جرام، على حسب الوزن اللي انت عايزه. الجنيه الدهب سعره قد ايه. كل ده بتقدر تعرفه من خلال التطبيق ده. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون فيه لغة عربية ولغة انجليزية، مفيهوش لغات متعددة كتير. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه قبل التطبيق في تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقول عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه وتلاقي في حاجات مختلفه تقول لك انتوا ليه مش شايلين كل الحاجات الايجابيه او ليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو وحملت التطبيق بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، تلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق اللي موجوده في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.